السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأسعد حال. كل سنة وانتم طيبين وكل سنة وانتم في أحسن حال، وربنا يبلغنا رمضان جميعا ان شاء الله. طبعا احنا في أيام كلها بقى زنقة وكلها يعني ترويقات وحاجات من دي. طبعا يعني في حاجات بتزعل قوي ان انتي تلاقي يعني مثلا كل اتنين قاعدين مع بعض. بدأتي في ايه؟ خلصتي جهزتي رمضان؟ خلصتي تفريزات؟ خلصتي ترويق؟ طب هنبدأ بايه؟ طب هنعمل في ايه؟ مفيش حد بيقول خالص هندخل رمضان ازاي، هنصوم في شعبان كام يوم، هنعمل ايه في شهر شعبان. آه، يعني محدش بيجيب سيرة قيام الليل ان احنا نستعد لقيام الليل. يعني نستعد نصلي قيام الليل لو احنا مقصرين في قيام الليل او مش بنصلي، او مقصرين في صلاة الفجر او كده. ف ما حدش بيجيب في سيرة الحاجات دي خالص. يعني ان احنا ازاي نذكر ربنا، نحاول بقى على قد ما نقدر ان احنا نصلي قيام الليل. صلاة الفجر ما تفوتناش. اذكار، قراءة القرآن، عودوا نفسكم ان انتوا تقرأوا قرآن عشان لما تدخلوا في رمضان وتيجوا عايزين تختموا، بدل ما بتختموا مرة كل سنة تختموا مرتين تلاتة على قد ما تقدروا. يعني سبحان الله، كل ما تقرأي في المصحف وهترجعي ترجعي تاني للي انت قرأتيه قبل كده، هتلاقي الموضوع معاكي سهل. لو انت أول مرة بتقرأي وقفت معاكي كذا كلمة، احنا كلنا عارفين ان القرآن فيه كذا كلمة بتحتاج تركيز وكده. وطبعا ما ينفعش ان احنا نقرأ يعني ان احنا نقرأ بسرعة كده كده من غير تدبر، ومن غير ان انت بقى تفهمي انت بتقراي ايه اصلا. مش الموضوع مش ان انت تقراي قران تقراي بسرعه عشان خاطر ان انت تلحقي تختمي القران. لا، لازم ان انت تقراي تفهمي انت بتقراي ايه، وتخلي بالك من الاحكام والحاجات ديت. ربنا يبلغنا رمضان، وطبعا كل سنه وانتم طيبين. انا حبيت بقى اتكلم معاكم كده واطلع اقول لكم كلمتين قبل ما ابدا الروتين بتاعي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تنسوش تصلوا على النبي كتير جدا جدا، وتصلوا قيام الليل بقى بانتظام، وتدعوا في بكل اللي انتوا عايزينه. طبعا الدعوات مستجابة. يعني ما تصلي كده ركعتين قيام ليل، وتدعي دعوتين كده انت عايزاهم. لو عندك كرب، لو مديونة، لو مش يعني لو عندك حزن او كده، عايزة ربنا يفك كربك، عايزة ربنا يسد دينك، عايزة ربنا يوسع عليكي، تدعوا كتير كتير كتير. عايزة اقول لكم بقى ان انا ايه، ولعت بخور من ده. يعني انا حطاها في المبخرة، بس ايه، كسلت ان انا اولع فحم واحط بخور من التاني وكده. فولعت ده، بيبقى ريحته حلوه قوي وطالع جديد بريحه الفواكه. ف ابدأوا يومكم كده بريحه حلوه، يعني بتحسي براحه بقى نفسيه. وعايزه اقول لكم ان هو مش بيمنع لا حسد ولا سحر ولا كلام من ده خالص. اما تنوي تجيبي بخور وتحطيه في الشقه، فهو عشان خاطر يخلي ريحه الشقه حلوه، مش ان هو يحوش عنك عين او حسد او سحر او حاجات من دي. عندك الاذكار، اقراي كل يوم الاذكار وهي هتحميكي من كل ده. مش البخور هو اللي هيحميكي من الحسد والعين والسحر وكل ده. فعندك الاذكار والصلاه، ودايما تكوني متوضيه وانتي ربنا ان شاء الله مش هيخلي الحاجات دي تصيبك خالص. تعالوا بقى يلا ما نشوف الروتين. بصوا بقى، اول حاجة عملتها خالص يعني فطرنا كده وشربنا شاي، وبعد كده بقى ايه، جبت الفاكهة دي. رحت انا وجوزي جبناها من على الطريق من بره، من دكان الفاكهة وكده. ومسكتها انا وحماتي، غسلتها وقطعناها بالشكل ده كده. وبعد كده بقى جبت الكوبايات وبدأت ان انا ارص بقى هعمل كوكتيل. جوزي عايز ياخد الكافيتيريا وكده، فانا قلت هعمل بقى اول حاجة كده عشان احطه له في التلاجة يسقع على ما يجي ياخده ويحطه في الكافيتيريا. المهم بقى، اول حاجة بدأت بيها خالص هو الكوكتيل ده. زي ما انتوا شايفين انا عاملة الكوكتيل ده بالتفصيل في فيديو لوحده. فعشان كده بقى يعني ما صورتش كل حاجة، حبيت ان انا اوريكم بس ايه، مقتطفات منه يعني، مش بالتفصيل قوي. لو حابين ان انتوا تشوفوا ازاي انا عملته، وازاي ان هو بيبقى ادوار فوق بعض والوان فوق بعض زي بتاع المحلات بالظبط، هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو التاني.
في صندوق الوصف تحت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حطيتوا اللايك؟ لو وصلتوا لهنا ما تنسوش تحطوا اللايك وتكتبوا كومنت حلو، وكمان تشتركوا في القناة لو مش مشتركين وتفعلوا الجرس. انا كنت عاملة الكوكتيل ده عبارة عن كانتالوب وفراولة وجوافة وموز. كنت عاملة عصير فراولة برضو، وعاملة عصير اناناس، وعاملة عصير موز. فالمهم بقى كنت بحط كده شوية فاكهة، وبحط طبقة من كل نوع كده، يعني بعمل شوية فواكه، وبحط طبقة عصير فراولة، وارجع احط فاكهة، وارجع احط عصير موز، وهكذا. فبيبقى الوان شكلها حلو جدا، وان شاء الله تجربوه لاولادكم وهيعجبهم جدا. شايفين ده منظره؟ عايزه اقول لكم بقى ان انا يعني كنت بعمله مانجا وفراولة وموز، بيبقى 3 الوان كده وبرصهم فوق بعض. فالنهارده بقى جوزي قال لي لا، يعني الناس مش حابين المانجا قد كده، فبلاش مانجا. فقلت خلاص. المهم بقى كنت في الوقت اللي انا بعمل فيه الكوكتيل وكده، كنا برضو بادئين في الغدا جنبي، فما كنتش عارفه ان انا اصور ده وده. كنا عاملين، هقول لكم عملنا غدا ايه يعني. رحت الاول شقتي، دورت الغساله كده عشان هدوم جوزي بتاعه الشغل وكده. مليت الغساله وقلت بقى اجيب باقي الهدوم اغسلها، وبما ان بقى يعني يوم الغسيل بيبقى طويل، لان الغساله الاوتوماتيك بايظه وبعمل على النص، فبيبقى متعب شويه. ده بقى الغدا اللي انا عملته. عملت سمك مشوي ومقلي، والرز وسلطه والجرجير وكده، واتغدينا بقى وخلصنا. جوزي اخد البنات معاه الكافيتيريا، كان في حفله هنا وكده. ف... فاخدهم معاه. فقلت بقى ايه، اقوم اروق البلكونه. كان في يومين جم هوا كده، وكمان كانوا البنات بيلعبوا وبيقعدوا يلعبوا في الرمل وكده، وبيجيبوا رمل في البلكونه، ونضفت السجاد، فكله جا فوق بعضه. فقلت بقى اروقها كده واكنسها، عشان خاطر امسح السور بتاع البلكونه والحبال والحاجات دي، اطلع البطاطين يتشمسوا، بما ان بقى الجو بقى حلو جدا والشمس طالعه حلوه جدا. فطلعت بقى الحفا والبطاطين اتشمسوا، وبعد كده اخر النهار دخلته. اللهم صل على النبي. صليته على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحوكلته. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يعني هي البلكونه ما كانش فيها كركبه كتير، بس كان فيها رمل زي ما قلت لكم كده. فكنسته بقى. وكانت بقى يعني البلكونه دي دايما بيبقى فيها رمل، لان طبعا مفيش بيوت جنبها. يعني احنا يعتبر ورايا اللي هو الرمل، هبقى اصوره لكم. ورايا رمل وبعده البحر على طول. فما فيش بقى بيوت تعمل حاجز مثلا ان هي الهوا ما يجيبش رمل وكده بقى. خلاص كنت دخلت طلعت الحفة كده في الشمس حلوة جدا جدا. بس هو كان يوم يعني كان فيه شوية صهد كده. هو يعني ايه، الصهد ده بيبقى بايخ شوية. بس بقى الشمس كانت جميلة، وخلت بقى الحفة جميلة جدا، يعني بتحس كده ان يعني بتحس براحة لما بطلعهم كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. كده بقى كنت طلعتهم، والبلكونة اتروقت وخلاص. وزي ما انتوا شايفين كده ركنت العجل بتاع البنات والالعاب، وخلاص خلصت بقى من الاوضه وبالبلكونه. وطبعا حطيت البطانيه في الشباك عشان خاطر البلكونه ما كانتش واخده، وروقت الاوضه اللي احنا بننام فيها. وكنت قبلها بيوم مطلعه السجاد ومروقه باقي الشقه. وان شاء الله بقى اكمل الترويق عند حماتي. انا طلعت اوضه ولسه اوضه، نطلع المراتب وكده، ونغسل بقى المطبخ وان شاء الله يجي رمضان واحنا مخلصين. لو وصلتوا لهنا ما تنسوش بقى تحطوا اللايك اهم حاجة، هو اللي بيرفع الفيديو. طبعا انا كده خلاص كنت بخلص بقى غسيل، خلصت غسيل، وكنت حطيت شوية مية وغسلت الجاكيت بتاع جوزي. الجواكت بتبقى يعني
تقيلة شوية. فانا طلعت الجاكيت عشان هو بامبو بياخد مية كتير قوي، بيبقى تقيل. ف فطلعته من الغسالة على النشافة على طول، عشان خاطر ما مش بعرف اعصره وبعدين اشطفه في البانيو. فحطيته كده وفتحت عليه المية في قلب اللي هي النشافة. زي ما انتوا شايفين انا بعصر حتة بحتة لانه تقيل جدا، بيبقى شارب مية كتير قوي فبيبقى تقيل. بحطه في النشافة وبزود المية عليه، و لما بينشف يعني تحس ان هو كان على حب. اسيبكم بقى في رعاية الله وحفظه، مع السلامة.